السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقرير فني عن المدرب الجزائري جمال الدين بالماضي. بالماضي أفضل مدرب في تاريخ الجزائر، لكنه لم يعد يستطيع تقديم أي إضافة من كل النواحي، لكن البعض لا يريد تقبل هذه الحقيقة. بقاؤه مجرد تضييع وقت للمنتخب وتأخر في البناء الحقيقي. منذ مباراة بوركينا فاسو ومستوى المنتخب في انخفاض مستمر حتى أصبح كارثي، وبالماضي لم يستطع إيجاد الحلول وتصحيح الأخطاء. مدرب يلعب بثلاث لاعبي ارتكاز بدون صانع لعب، استدعاءات عشوائية، بعض اللاعبين ليس لديهم مكان حتى مع المنتخب المحلي. بعض اللاعبين دائما أساسيين رغم تراجع مستواهم وعدم منح الفرصة للاعبين الآخرين، وهذا الذي قتل المنافسة على المراكز. أمثال بالليلي ومحرز وبن سبعيني. خطة واحدة عقيمة لم تتغير منذ 2019، أصبح يعرفها العام والخاص، مما سهل للمنافسين مهمة إيقاف المنتخب. لا أعرف كيف يتم تشبيب المنتخب مع مدرب يقول لاعب ذو 23 سنة ما زال صغيرا. كل المنتخبات تستغل الوديات للتجديد والتجريب، إلا نحن من أجل سلسلة لا هزيمة تافهة.